السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم مغربنا. اليوم غادي نهضروا على واحد من أكبر المشاريع الرياضية في المغرب، ملعب أدرار بمدينة أكادير. الورش اللي كان هادئ في البداية رجع دابا واحد الخلية ديال النحل، أشغال كتجري بسرعة كبيرة وتغييرات اللي فعلا كتستحق الوقوف عندها. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا ونكشفوا آخر تطورات، فين وصل المشروع، شنو اللي تبدل وشنو الهدف من كل هذه السرعة في الإصلاح. هاد الأسابيع الأخيرة ملعب أدرار عرف واحد الطفرة كبيرة في الأشغال، الآلية الثقيلة رجعات، العمال انتشروا في كل زاوية، والتسييج اللي كان خالي رجع عامر بالحركة، الأشغال رجعت بمنهجية واضحة، تنظيم الفرق العاملة، تقسيم الورش لمناطق، وتسريع الإيقاع في بعض النقاط الحساسة. هذا الرجوع القوي ماشي صدفة، بل جزء من خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل الملاعب الكبرى استعدادا للاستحقاقات الرياضية القادمة، سواء القارية أو الدولية إن شاء الله. الأرضية الطبيعية ديال ملعب أدرار كانت من بين النقاط اللي داروا حولها جدل كبير، واللي دار حولها جدل كبير عفوا في السنوات الأخيرة، لكن دابا يمكن نقولوا أن الأمور كتسير في الاتجاه الصحيح. تمت إزالة الطبقات القديمة كاملة، ودخلت تربة خاصة بكثافة أفضل، ونظام صرف جديد ضد تجمعات المياه، وبداية الاشتغال على الطبقة الأولى اللي كتسمى السبلاير. هاد العملية مهمة لأنها الأساس ديال النجاح. ملي الأرضية كتكون مزيانة كتضمن الجودة، السلامة والجهوزية ديال الملعب في طول السنة. وزيد عليها كاين حديث على اعتماد نوع جديد ديال العشب من الطراز العالي اللي كيستعملوه في ملاعب أوروبا. بالنسبة للمدرجات ماشي غير الأرضية اللي كتبدل، المدرجات حتى هي دازت لمرحلة تجميل كاملة، صباغة جديدة وإصلاح الكراسي اللي كانوا مضرين، تجهيز الممرات، تثبيت اللوحات خاصة بالسلامة. بالنسبة لمرافق اللاعبين غرفة تبديل الملابس كدور ترميم كامل، أنظمة التهوية كتجدد، وتجهيز العلاج الرياضي كتعزز حتى هي. اما خارج الملعب فجاري تثبيت مسارات جديده للولوج، وتنظيم حركه الجماهير باش يكون التدبير اسهل وامن في الاحداث الكبرى. الإضاءة من أهم النقاط اللي كاينة في المشروع. مشروع تجديد الإنارة دخل في مرحلة دقيقة، ودابا كاين تركيب وحدات ليد حديثة اقتصادية ومطابقة لمعايير الفيفا. أما واجهة الملعب كتعرف ترميم المواد الأساسية، تثبيت الألواح، إصلاح التشققات، تقوية الأعمدة الحديدية باش يرجع أدرار بشكل حديث كيحترم التصميم الأصلي. علاش كل هذه السرعه؟ الناس كتسول علاش دابا. الحقيقه ان هذا جزء من منظومه الملاعب اللي كيتحضروا لاستقبال اما منافسات قاريه، مباراه دوليه ولا مباريات دوليه، او حتى يكون جاهز لمونديال 2030 ان شاء الله في الاستقبال وفي التدريب. الدوله باغيه تكون جميع الملاعب في مستوى يليق باسم المغرب الجديد، والمشاهد اللي شفناها في ادرار كتاكد ان التحضير ماشي عشوائي، بل خطه مضبوطه ومركزه. ملعب أدرار كيعيش واحد من الثورة الهادئة، إصلاحات من العمق وتطويرات غادي تخليه من بين أحسن الملاعب في الأقاليم الجنوبية والجهة كلها. ودابا السؤال اللي كيتطرح، فاش غادي يكون أدرار جاهز، وشنو هو الشكل النهائي اللي غادي يبان عليه؟ حنا في قناة مغربنا غادي نبقاو نتابعوا لكم تطورات لحظة بلحظة باش نكونوا ديما سباقين لأي جديد. ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك، تشتركوا في القناة، وتهبطوا رأيكم في التعليقات. شنو رأيكم في الأشغال؟ ملعب أدرار واش فعلا غادي يكون من الملاعب اللي غادي يفتخر بهم المغرب؟ شكرا لكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. وواحد النقطة الصراحة بغيت نهضر عليها في نهاية الفيديو، هو الهزيمة ديال المغرب آه، مع البرازيل، يعني وذاك ضربة الجزاء اللي خدعنا فيها الحكم، ويعني غش يعني باين وواضح. وخاكك حنا كنتقبلوا الروح الرياضيه وكنشجعوا الفريق ديالنا والمنتخب ديالنا كان في المستوى، والتحكيم ما كانش في المستوى. السلام عليكم. دابا غادي ننتقلوا لملعب مدينة بن سليمان، ملعب الحسن الثاني، واللي غنهضروا عليه صراحة واللي كيسالي فيها الكلام بزاف، ولكن التطورات ديالو كتبان على الأرض يوم بعد يوم. يعني ملعب الحسن الثاني مدينة بن سليمان ملعب جديد كيتبنى من الصفر،
وبمواصفات عالمية باش يكون واحد من أكبر وأهم المنشآت الرياضية في المغرب مستقبلا إن شاء الله. مشروع ملعب الحسن الثاني ماشي مشروع عادي، المغرب دار خطة كبيرة لتجهيز ملاعب جديدة في أفق 2030 إن شاء الله، وحدد بن سليمان كموقع استراتيجي لأنها قريبة من الدار البيضاء ومن الرباط ومن طريق السيار. الهدف من الملعب كان هو خلق قطب رياضي جديد في الجهة، تنويع البنية التحتية الكروية واستقبال مباريات كبيرة حتى مباريات دولية في البطولات القادمة. المشروع كان جزء من رؤية شاملة كتندمج بها الرياضات الترفيه والتنمية الحضرية. الملعب غادي يجيب تصميم عصري بزاف مستوحى من أحدث الملاعب الأوروبية، ومن أهم المميزات ديال التصميم الشكل بيضاوي متناسق يخلي الصوت يتجمع ويعطي أجواء قوية. سقف كامل 360 درجة مكمل فوق جميع المدرجات باش يحمي الجماهير من الأمطار والشمس. واجهة خارجية بواحد ستيل حديث كيخلي الملعب يبان كتحفة معمارية. مناطق الفي اي بي، غرف صحافة مجهزة، صالونات كبار الشخصيات، وغرف تبديل اللاعبين بمقاييس دولية. تصميم جا باش يعطي لمدينة بن سليمان منشأة اللي ما كانتش من قبل في المغرب في هذه المنطقة. السعة المتوقعة للملعب كتراوح بين 30,000 وحتى 40,000 متفرج على حساب النسخة النهائية للمشروع. ومع السعة الملعب غادي يتوفر على ممرات واسعة للدخول والخروج، أماكن خاصة بالعائلات، مناطق مغطاة بالكامل، أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة. والمفاجأة الكبيرة غادي يكون جزء من مركب رياضي كبير فيه ملاعب تدريب ومساحات خضراء واسعة. بالنسبة لجديد الأشغال، آخر المستجدات كتشير أن الأشغال الأرضية انطلقت وتم تجهيز المساحة اللي غادي يكون فيها الملعب. عملية التسوية الهندسية والخطوط الأساسية بدأت تترسم، تحديد أماكن الأعمدة الرئيسية لسقف الملعب، تجهيز البنية التحتية المرتبطة بالمياه والكهرباء وتصريف الأمطار. هذه المرحلة مهمة بزاف لأنها هي الأساس اللي كيبني فوق الهيكل الحديدي والخرسانة الرئيسية. حسب مصادر تقنية الأشغال كتمشي بوتيرة جيدة، والمشروع دخل في مرحلة متقدمة ديال التهيئة قبل الشروع في البناء العمودي. ملعب بهذا الحجم غادي يبدل وجه المنطقة بشكل كامل، غادي يخلق فرص شغل كثيرة، غادي ينشط الحركة الاقتصادية، وغادي يرفع قيمة العقار، وغادي يعطي لبن سليمان هوية جديدة كمدينة رياضية بين الرباط والدار البيضاء. والأجمل، الملعب غادي يكون مؤهل باش يستقبل مباريات كبيرة في السنوات الجاية إن شاء الله، ويمكن يكون واحد من الملاعب اللي غادي يعتمد عليها في المباريات الودية للمنتخب أو حتى البطولات. ملعب الحسن الثاني بن سليمان مشروع استراتيجي غادي يعطي إضافة كبيرة للجهة وللبلاد، من التصميم للسعة من الأشغال للمحيط، كل شيء كيبان أنه غادي يكون واحد من أجمل الملاعب اللي غادي يبنيهم المغرب في هذا الجيل. اكتبوا لنا في التعليقات شنو رايكم في هذا المشروع، واش كتشوفوا ان بن سليمان تستاهل ملعب بهذا الحجم. ما تنساوش لايك واشتراك، وبقاو معنا في جديد ملاعب كل نهار.